ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد مدن علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك
فإنك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. اللهم انصر وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار، ونسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن. اللهم كما سنت وجوهنا للسجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عما سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي
والثاء. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه جل هذا
هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا قلب سروره قد تولى يا قلب سروره قد تولى بحبيب عمال أنا ولا بحبيب عمال أنا منا ولا يا لقلب سروره قد تولى يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمال أنا منا ولا بحبيب عمال أنا منا ولا جل من شرف الوجود بنوره جل من شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجملا غمر الكون بهجة وجملا يا لقلب سروره قد تولى يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمان أنا منا ولا بحبيب عمان أنا منا ولا ترك في الحسن أعلى مقامين قد ترك في الحسن أعلى مقامين وتناهى في مجده وتعالى وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد تولى يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمان أنا منا ولا بحبيب عمان أنا
قلب سروره قد تولى يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمان أنا من ولا بحبيب عمان أنا من ولا من فوق علمي ما قدرته وهو من فوق علمي ما قدرته رفعة في شؤونه وكملا رفعة في شؤونه وكملا يا لقلب سروره قد تولى يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمان أنا من ولا بحبيب عمان أنا من ولا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله انتشر عليه منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور صلى الله عليه إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وعسيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه
ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين أبيات حلو الحدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة علامة يا سيد الكونين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين أبيض حلو الحدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة علامة يا سيد الكونين انت حبيبي أراك والقاك وافرح بنداك طه جل بنظر إلي طه يا عظيم الجاه جل بنظرة إلي يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين أبيض حلو
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم الممتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين، هاول لوصف الكمال الممتلك والحزن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وانتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصص صلى الله عليه السلام الباخرة صلى الله عليه طاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه، غير الأفكار ظهوره وبار، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف صلى الله عليه، سباه ولديه من عجائب بذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشر يوصف ذلك الموصوف صلى الله عليه من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه، ما بتو من أشرف المخلوقين صلى الله عليه، الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايات في الكون منشورة على مرئي الشهور والسنين صلى الله عليه. التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي آمين. روحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخض ما حركته فيه الأنامل بما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسلم، والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا
الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج عبد الرزاق بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاد من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم السلام، حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وملته في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه، ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضله، وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ على قلبي هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة، والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بدور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإدر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في الغطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بشرى لنا نلنا المنى زانا
أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا فالهنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر
وجميع الكون لنا وطنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه قرب وروض هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب. صلى الله عليه الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قدرتك شفى الكناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة. صلى الله عليه الأمة أن يحضر عند أرضه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين. وانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. صلى الله عليه صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم نغرد واستبيعوا بجمال وقف الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول اللهم صل على محمد بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله واهدنا نهج سبيله كي به نوصل اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين برز صلى الله عليه وسلم لمدح أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمن
حريرة عن يساري صلى الله وسمعت عليه قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله قال عليه فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتغته الله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه وعلى صلى الله عليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم اللهم من صل وسلم محاسن عليه. الأخلاق بما تضيق عن كتابة محتوي على المعنى الجزل صلى الله إذا عليه دعا جالس والمحافر صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله وما من عليه خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه ورحمة الله وبركاته. الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. القلب نبينا المشرف طال العمر
محمد